بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وأحبابي وإخواتي المتابعين والمشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله مساءكم بكل خير. كل سنة وأنتم طيبين جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. موضوع انتشر في الفترة الأخيرة وموضوع خد ترند في مصر كلها وفي العالم العربي، وجت بناء على هذا الموضوع ملايين التليفونات. ايه يا مستر اللي عندك يا مستر؟ طمنا عليك، ايه الاخبار؟ في ايه اللي حصل للعجل بتاعك يا مستر؟ العجل بتاع المستر هرب يا رجال، العجل بتاعي هرب يا جدعان. الدنيا كلها اتقلبت، والسوشيال ميديا والاعلاميين والتوك شو كله عايز يعرف ايه اللي تم بالظبط بالنسبه للعجل بتاع المستر. فانا طبعا يعني عمال بقى كل حد يكلمني اشرح له، كل حد يكلمني اشرح له. فقلت اعمل فيديو مقتضب كده اني نشرح فيه اللي تم بالظبط تحديدا مع العجل بتاعي. انا اخر حاجه كان واصله لي من موضوع هروب العجول ده يا جماعه في رمضان في الاعياد، كان عن طريق الانترنت، عن طريق النت. يعني انا ما اعرفش يعني اشوف كده، بشوف فيديوهات من زمان، يعني من زمان وانا بقى اشاهد فيديوهات وبقى شاهد هروب للعجول، والناس تجري هنا وتجري هنا واضحك. بس ما كنتش اتخيل ان انا ممكن في يوم من الايام او في عيد من الاعياد يحصل معايا اللي انا بشوفه ده. لغايه لما حصل يوم وقفه العيد، رحنا خدنا عربيه ورحنا حملنا العجل من عند الراجل المحترم اللي احنا شارينه منه، وجينا عشان ننزله عند البيت عندي. الراجل اللي بحمل ده راجل محترم اللي هو صاحب العربية، بس أول مرة وأول سنة يتعامل في المواضيع دي، أول سنة يتعامل في القصص دي. جه عشان ينزل العجل، فهو رايح طلع عشان يفكه، فهو بيفك العجل فهو مفكر ان العجل ده عامل زي الايه البقرة اللي عنده في البيت اللي هو مربيها، ان هو تضربه عادي يعني وتخبطه عادي وكده. المهم العجل جاي مش عايز ينزل، فهو عايز ينزله يعني غصب عنه، مسك عصايه وراح ضارب العجل. العجل قعد يرفس، وبعد ما ضرب العجل على طول راح فاكك الحبل. يعني هو ضرب العجل من هنا والعجل انفعل. المفروض انت شايف العجل انفعل ده، لما عيل بينفعل انت ممكن المفروض تبعد عنه، ما بالك عجل علف انفعل. راح جاي فاكك الايه الحبل بتاعه، فك الحبل بتاعه من هنا وراح العجل طاير في الدنيا. نزل من العربيه يا جدعان، الكلام ده الساعه 10 بالليل او 9 بالليل، وهو مسمر والدنيا ضلمه والاراضي كلها مزروعه ذره ومزروعه رز وطين والذره عاليه ومحدش شاف حاجه، وراح طار في الدنيا. طار في الدنيا، راح فين العجل؟ ولا حد عارف هو راح فين، لا احنا عارفين له، لا عارفين له سكه، ولا عارفين له، ولا سامعين صوت ولا حاجه. في خلال 5 دقايق، ومن هنا انا بوجه التحيه لكل اهل قريتي الطيب اهلها، القريه بتاعتي الطيب اهلها، الصغير قبل الكبير. الناس دي كلها يا جدعان يعني عملت معانا اللازم، وده الفرق بين الحياه في القريه والحياه في المدينه. الحياه في القريه ان انت يعني دايما بيتكلموا على القريه والمدينه. الحياه في القريه ان انت لو قلت لو حصل عندك اي مشكله تلاقي بدل الواحد 1000، تلاقي الصغيرين وتلاقي الكبار وتلاقي الرجاله وتلاقي الدنيا. انا في خلال 5 دقايق انا ما كنتش متخيل المنظر بالشكل ده. اكتر من 1000 بني ادم كل واحد بدور بالناحيه، انتشروا كتايب يا جدعان. طلع قعدنا نلف على العجل. المهم ان انا في المنطقه اللي انا فيها ديت، لو مركبين للعجل GPS تمام، ولا مركبين له شريحه عشان يدينا معلومات عن تحركاته، انت مش هتتوقع ان التحركات دي بتاعته. يعني حتى لو هو في شريحه بتقول لك ان هو هيمشي في المكان كذا اللي هو مسكناه فيه ده، انت مش هتتخيل ان احنا نمسكه بعيد عن البيت بتاع مثلا 5-6 كيلو، وبين المكان اللي احنا مسكناه فيه وبين البيت ترع ومصارف واراضي، دي كلها نطه. العجل نطها يا جدعان. العجل كان متهور، العجل كان مهبول، كان عنده عته في مخه كده وهبل. لما يفط الترع، ولما يفط المصارف ويعدي الذره والرز ايه دي يا عم؟ ده لو مش طفش كان خلص على اللي في البيت.
اقسم بالله ده لو ما طفش كان خلص علينا، كان خلص على العيال. لغايه لما بعد ما هو خد طريقه، لغايه لما نزل في ارض مزروعه رز. والارض اللي مزروعه رز دي فيها ميه على طول، ارض طينيه. راح غارز بالاربع رجلين بتوعه، غرزوا. ما قدرش يتحرك، ما هو بيجري بقاله بتاع احنا جايبينه الساعه 1 ولا 12 ونص من 9، يعني بيجري بقاله 3 ساعات. انتوا فاهمين؟ وبيجري فين وبينط ايه وبيعمل ايه، يعني بص مصارع ملاكم كده. لغايه لما اتزنق في وسط الرز وما قدرش يتحرك. عملوا عليه الناس، راحت لا عملوا اتجمعوا عليه. ده كله انا ما اعرفش، انا بدور في مكان تاني. انا قلت العوض على الله، ما فيش عجل خلاص وما فيش عيد وما فيش ضحيه وما فيش الكلام ده. لغايه لما رحنا الناس مسكوه واتربط في مكان عشان ايه نروح نجيبه. رحنا نجيبه بقى. تعالى بقى على اللي جاي بقى. جينا عشان نحمله في العربيه، كان مربوط هو في عشه كده بتاعت لا مؤاخذه كده بهايم. راح جاي عامل محرك نفسه، راح مطربق العشه ده على الناس. دي اول حاجه حصلت. راح مطربق العشه على الناس. تمام. بعد ما طربق العشه على الناس جينا عشان نحمله. تمام. راح جاي طربق المكان على اللي فيه يا جدعان، وجينا نحمله في العربيه. اتحمل بتاع 1000 واحد بحمله فيه، لغايه لما جبناه البيت. جينا عشان ننزله البيت، واحنا بننزل في البيت دخل في الحته اللي هيبات فيها وفضل واقف، ما حدش قادر يقرب منه. لغايه لما جبنا مين الراجل اللي هيذبحها تاني يوم الصبح، معلم السيد ابو عاطف، الله يبارك له. المعلم السيد ابو عاطف ده انا مسميه بوحه، يعني مسميه بوحه الصباحه بتاع الذبح. دخل عليه لوحده، هو بيعرف يتعامل. دخل عليه ما شاء الله، وقعد بقى ايه يكسر في الباب شويه الاول، العجل في الاول، وعامل شويه حركات كده لغايه لما المعلم السيد بقى ده يسيطر على الموقف، وراح ماسك العجل وبعون الله راح جاي ايه ذبحه. فده مقتضب كده لقصه العجل اللي طفش واللي قلب علينا الدنيا. والحمد لله ان احنا طلعنا منها سلام، والحمد لله ان هو ما عملش حاجه، يعني ما كانش في عيل قدامه ولا حاجه. فبعد اذنكم يا جماعه، بعد كده كل واحد ياخد باله من العجل بتاعه. خدوا بالكم من العجل بتاعكم عشان في فيروس هبل في العجول. ربنا يعدها على خير، وكل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم بالخير يا رب وبالصحه والعافيه انتوا واولادكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تشتركوا في القناه، اشترك في القناه واعمل لايك واعملوا كومنتات. يعني حركوا القناه يا جدعان، قناه واقعه. يعني القناه بتجيب لكم الحاجات الجديده كلها اهو. يعني انا جبت لكم موضوع العجل اهو، ده كان ترند وكان الدنيا كلها بتتكلم عنه، فانا قلت لكم عليه اهو من غير من غير حاجه اهو. اشتركوا في القناه ولايك وكومنت وكل الحاجات اللي هي بتتعمل للقنوات. سلام عليكم.